يلا بينا بقى نخش في الموضوع من أوله. حكاية بقالها بتاع 26 سنة. قصة كده ملهاش حل، مليانة مطبات ومفاجآت تقولش فيلم أكشن. أنا ملك، بنت من الآخر، متربية على كلام أبويا وأمي. بس من وأنا صغننة كنت بشم ريحة المشاكل من على بعد. كنت باخد كل كلمة يقولها أهلي وخزنها جوايا. عارفة إن الدنيا دي فيها أسرار وحكايات كتير. من وأنا حتة عيلة كنت بحلم باليوم اللي يجي فيه عريس ويخبط على بابنا، يجي وياخدني الأول سكة في حياة جديدة. بس الأيام بتجري ومفيش عريس بيبله حس، وكأني عايشة في دايرة مقفولة مفيش فيها أي جديد. في يوم حسيت إن لازم أتحرك وأعمل أي حاجة مختلفة، فقلت أدخل الدنيا الشغل، يمكن الناس تشوفني وابتدي أحس إني مش مجرد بنت قاعدة مستنية نصيبها. وفعلا سين من الأيام وأنا ماشية في الشارع قدام محل هدوم صغير كده، المحل ده شدني بصراحة. شكله كان شيك ومختلف. فكرت كده في سري، يا بنتي يا ملك، ده ممكن يكون فتحة خير لحياتك، بداية المشوار الجديد. دخلت المحل وسألت المدير بكل ثقة: حضرتك محتاج حد يساعد في الشغل؟ لما بصلي كده قال لي بكل هدوء وذوق: بصراحة انتي وشك فيه قبول وشكلك تعرفي تتعاملي مع الزبائن. الكلام ده ريحني كده وحسيت إن قلبي ارتاح، واتفقنا إني أبدأ شغل من تاني يوم. رحت البيت طايرة من الفرحة، بس فضلت كاتم السر عن أمي وأبويا، عشان أبويا كان دايما دماغه ناشفة وما بيحبش الأفكار دي. ومع بداية الشغل كان في راجل دايما بيجي المحل ويشتري هدوم كتير. وفعلا المرة اللي بعتله فيها هدوم بحوالي 60,000 جنيه هي اللي حسيت فيها إن الراجل ده مش عادي. كان بيبصلي بصة فيها اهتمام غريب كده وحساسية، كأنه شايف فيا حاجة غير اللي الناس كلها بتشوفها. وفعلا حصل موقف محدش كان يتوقعه. في مرة من المرات جه المحل واشترى هدوم ياما قوي، ولما سألته عن المقاسات قال لي بكل هدوء: الحاجات اللي هاخدها لازم تبقى مقاسك بالظبط. الموقف ده خلاني أحس إن ده مش زبون عادي، ده كان بيحاول يقرب مني بطريقة غير مباشرة. من اليوم ده العلاقة بينا بقت غامضة. الزباين كانت بتدخل المحل عادية، بس الراجل ده كان ليه هيبة وحضور قوي عندنا. لغة العيون والهدوم. الأيام عدت وأنا مشتاقة لطريقته في الكلام والتعامل، وكل يوم كنت بجهز هدومي بعنية مخصوص عشانه. اختار كل القطعة بالملي، وكنت بحس إن كل حاجة بتنور شوية لما بشيل فرقة عينيه. بس مع الوقت الأمور اتعقدت، وبقى في أحداث غريبة ومحدش كان يتخيلها. في يوم وأنا مخلصة شغلي لقيت الراجل واقف بره المحل بعربيته على طول، وبينادي عليا بصوت فيه تردد. وبصراحة قلبي قام واخد خبطة سريعة. جه قال لي: يا أنسة ملك، نسيتي عندنا شوية حاجات، ممكن أوصلك البيت ونتكلم شوية؟ في الأول حسيت بتردد كده، كان سنه أكبر مني شوية، بس في الآخر قلت لنفسي مفيش خسارة، الواحد لازم يجرب الجديد. فقررت أركب معاه، ومن هنا بدأت رحلة مش طبيعية خالص. ركبت معاها العربية وكأن داخلين عالم تاني. العربية كانت ساكتة خالص، بس قلبي أنا كان مليان حكايات وأسرار. وهو بدأ يحكي لي إنه زمان كان متجوز ومراته ماتت، وإنه ما بقاش قادر يعيش لوحده. لما الكلام ده دخل قلبي حسيت إن الدنيا بتتشقلب حواليا، وما بقتش مجرد تجربة شغل، لأ دي بقت تجربة حياة كاملة. وفجأة كده بكل برود قال لي: أنا عايزة أتجوزك. الكلام ده كان صدمة بجد، حسيت الدنيا اتلخبطت وجوايا أسئلة كتير. وبدأ المشهد يتحول من موقف حب للمستقبل لتحدي جديد في حياتي. هدايا وارتباك. حسيت إنه بيحاول يديني كل الحاجات اللي اشتراها ليا، وكلها كانت هدايا. قال لي: الحاجات دي هدية مني ليكي، سواء رفضتي أو وافقتي. حسيت بارتباك شديد، وفضلت أفكر في اللي حصل طول الليل. كان عندي إحساس غريب كده، بين إني عايزة أوافق وبين الخوف. افتكرت كلام أهلي وأسأل نفسي: هل ده فعلا تغيير يقلب حياتي للأحسن؟ هل أنا مستعدة لكل التحديات اللي ورا الكلام ده؟ لما رحت البيت حاولت أفسر لأهلي إن مفيش أي حاجة غريبة حصلت، وقلت لهم إن المحل عمل تخفيضات جامدة على الهدوم. بس الحقيقة كانت إني كنت محتارة ومش عارفة أتصرف إزاي مع الهدوم والهدايا اللي جاتلي كده من غير أي متقدمات. ومع إن الموضوع كان صعب وصادم، كنت بحاول أتحمل الموقف وأدور على فرصة تخلي حياتي مستقرة وفيها أمان. بدأت أتكلم مع أمي، وبالرغم من إني كنت متوقعة إنهم